السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض حمص الشام بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله لما نعمله مع بعض هتشوفوا معايا مكون سحري هتحطيه على الحمص ويخلي الحمص يستوي معاكي في نص ساعة. يلا نشوف الطريقة. عندي هنا كمية من الحمص نقعتها حوالي 4 ساعات في مية بتغلي. يعني أنا غليت مية وفضيتها على الحمص وسبتها منقوعة فيه، وبعد كده صفيته كويس وحطيته في حلة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هضيف عليه 3 فصوص من الثوم وبصلاية، وهجيب برضو مية بتغلي. المية اللي لما احنا بنحطها على الحمص مية بتغلي، ده بيسرع عملية التسوية وبيخليه يستوي معانا بسرعة. هفضي عليه مية بتغلي كده، وبعد كده بقى هنجهز معانا حوالي طماطميتين مفرومين كويس ومتصفيين. اول ما يبتدي الحمص يغلي معانا كده هنروح حاطين بقى المكون السحري بتاعنا اللي هو نص معلقة من السكر. نص معلقة من السكر ده هيخلي الحمص بتاعك يستوي في نص ساعة بس، وان شاء الله تجربي الطريقة وتعجبك. هنحط بقى كمية الطماطم بتاعتنا اللي فرمناها وصفيناها كويس. ممكن تحطي صلصة يعني حسب ما حضراتكم عايزين. هقلب كويس الحمص كده وهنحطه بقى على النار، وبعد كده هنسيبه بقى يستوي. وبعد نص ساعة هتشوفوا شكله. بصوا ده بعد نص ساعة من التسوية. احنا ما حطيناش في بداية التسوية ولا ملح ولا اي حاجة. حطينا نص معلقة السكر اللي هي بتسويه بسرعة. هو شرب كل كمية المية اللي احنا حطيناها وخلاص استوى. هنضيف له برضو كمية مية تاني بتغلي وهنتبله مع بعض، وهيغلي غلوة واحدة. وبعد كده الحمص بتاعنا كده خلص. يعني انتي في نص ساعة بس هتعملي احلى كوباية حمص. المعلقة بتاعت السكر اللي احنا حطيناها دي بتخلي التسوية بتاعته تبقى اسرع ويستوي بسرعة. بس اهم حاجة ما تحطيش ملح، يعني ما تحطيش ملح غير لما الحمص يستوي معاكي ويبقى بالشكل ده. احنا زودنا الحمص دلوقتي مية بتغلي، وهنحط له بقى التوابل بتاعته. حطيت معلقة صغيرة من الثوم البودر ومعلقة كمان من البصل البودر، وهنحط بقى يعني هنحط سنة كده من الشطة، وهنضيف معلقة من الكمون. وبعد كده بقى هنضيف كمية الملح بتاعتنا لان احنا ما حطيناش ملح خالص. هنقلب كويس الحمص بتاعنا مع التوابل، وخلاص اول ما يبتدي يغلي هنفضيه على طول في الكوبايات. وكده الحمص بتاعنا جاهز. وده اسرع واحلى حمص ممكن تعمليه. الجو برد ومحتاج كوباية حمص جميلة كده تدفينا في البرد ده. وده من احلى المشروبات اللي ممكن بنشربها في الشتاء وتدفينا. بصوا الحمص بقى بعد ما استوى خلاص وحطيناه في الكوبايات بتاعته. بعد كده بقى نبتدي بقى نضيف عليه ليمون، ونضيف سنة من الشطة، ونضيف كمون حسب برضو ما حضراتكم عايزين. لما بتحطي الاضافات دي كمون وشطة تاني في الكوبايات بيدي طعم حلو جدا وريحة جميلة، بيزود الطعم اللي احنا حطيناه في البداية. يعني هنحط سنة صغيرة كده من الشطة وسنة من الكمون، وبعد كده دي تبقى احلى كوباية حمص ممكن تشربيها. احلى واسرع كوباية حمص ممكن تعمليها في الجو البرد ده تدفيكي انتي والولاد. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.